في فيديو النهارده جاي اقول لك على 8 نصايح هينقلوا وسامتك وكاريزمتك لليفل الوحش وهيودوك حته ثانيه خالص. وبلاش نكتر في الكلام ويلا بينا نشوف هما ايه. يلا بينا. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا عايزك تنزل تعمل لايك وتحط سبسكرايب للقناه بتاعتي علشان خاطر تكون عندي، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، علشان خاطر كل الحاجات اللي احنا بننزلها بشكل يومي على الشورتس او بننزلها بشكل شبه يومي يوم ويوم على الفيديوز الطويله. وكمان ما تنساش انك انت تسيب لي في كومنتس عايز الفيديو جاي عن ايه. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. والنصيحه الاولى وهي غسيل الاسنان. وغسيل الاسنان لابد عنه ان هو يكون يوميا، ويا ريت كمان لو يكون مره الصبح ومره بالليل، لان غسيل الاسنان هي اهم حاجة تقريبا في وشك بتظهر، في ضحكتك، في كلامك، واكتر حاجة كمان بتبين وسامتك هي اسنانك. وما تنساش بقت مهمة قوي اليومين دول. تاني حاجة وهي تمرينك واكلك. والتمرين والاكل شيء مهم جدا انك انت تهتم بيهم لو كنت بتدور على الوسامه، ولو كنت بتدور على ان انت تبقى في ليفل الوحش من الوسامه والكاريزما بتاعتك تبقى عاليه. اهم حاجه اليومين دول هي التمرين، والناس كلها مهتمه بالجيم ومهتمه بالتمرين، وده علشان خاطر الجيم والتمرين بقى في بيوت كتير جدا سهل ان الناس توصل له. تتمرن في البيت بقى او تتمرن في الجيم، المهم ان انت تتمرن. اما بالنسبه لتالت حاجه وهي الحاجة اللي كلكم بتهربوا منها، وهي نظامك الغذائي، الأكل. أيوة الأكل. ودايما في ناس كتير قوي بتسألني ليه النظام الغذائي، أو أصلا إيه دخل النظام الغذائي في الوسامة؟ معلش يعني هو أنت لما تبقى بكرش وعندك جناب في حد هيبصلك أساسا؟ مستحيل. طبيعي ان انت لما تكون وسيم وتكون عندك كاريزما عالية جدا هتكون مهتم بلبسك، هتكون مهتم بشكلك، هتكون مهتم كمان بجسمك وبصحتك العامة. عشان كده نظامك الغذائي لازم يكون جزء من يومك اللي انت ما تقدرش انك انت تستغنى عنه. نظامك الغذائي كمان هو اللي بيحدد شكل جسمك بشكل كبير. عشان كده هتجيب ليست وهتسجل فيها كل الوجبات اللي انت محتاجها. لو انت في مرحلة التضخيم تاخد من 4 ل 5 ل 6 وجبات على حسب السعرات اللي انت عايز تدخلها وعلى حسب السعرات اللي انت عايز تخش بيها جوه جسمك. ولو انت في مرحلة التنشيف فاعتقد انك من 2 ل 3 او من 3 ل 4 على حسب برضو السعرات اللي انت عايز تدخلها جوه جسمك. وفي حالة التنشيف مش عايز ادخل قوي معاكم في الموضوع ده، بس في التنشيف احنا بنقطع الكارب او بندخل كارب بس بنسب قليلة قوي. واهم حاجة انك تهتم بنظامك الغذائي بشكل كبير جدا. اما بالنسبة لرابع حاجة بنهتم بيها وهي قص الشعر. لازم على الاقل مرة في الاسبوع تروح للحلاق يظبط لك الدنيا، يقص لك شعرك، يظبط لك دقنك، يخليها شارب. مش عايزين اي حاجات كثيفة، ومش عايزين اي حاجات تخلي الناس ما تطيقش ان هي تبص لنا او ان هي تتكلم معانا الصبح. كل الحاجات دي انت اللي بتقدر ان انت تظبطها في شكل جسمك. شكل شعرك وشكل دقنك هو شكلك الاساسي، هو البروفايل اللي الناس بتتكلم معاك عن طريقه. فما تنساش ان شكل شعرك ودقنك مهمين جدا. مش محتاج اقولك 3 حاجات عايزين نمحيهم: شعر الودن، شعر المناخير، وشعر الدقن. مش عايزين نشوف الكلام ده خالص. عايزين نتعامل مع حد يكون الهيئة بتاعته كويسة، علشان خاطر عايزين لما نصحى الصبح كده نبقى مبسوطين واحنا بنتكلم معاه. وخامس حاجة وهي تنظيف البشرة، بس مش عند الحلاق، في البيت. واللي هيقولك بقى ان تنظيف البشرة ده كلام بتاع بنات والكلام الفاضي ده كله، قول له اركن انت على جنب. لان النهاردة ما عادش في حاجة اسمها بتاع بنات وكده. النهاردة في حاجة اسمها نظافة شخصية، تقدر ان انت تهتم بشكلك عشان توصل ليفل الوحش وتبقى وسيم وتحط على الكل. نظافتك الشخصية غسول وسكراب. غسول هتبتدي ان انت لما تستحمى كل يوم، لو انت المفروض ان الصح ان انت بتستحمى كل يوم، هتبتدي ان انت تعمل الغسول دوت على وشك بعد الحمى. وبعد لما تعمل الغسول دوت على وشك هتبتدي ان انت تشطف وشك على طول. وبعد كده الموضوع دوت تستمر عليه كل يوم عشان تشيل الجلد الميت ويفضل وشك حيوي، وتفضل بشرتك تبعد ابدا عن اي خلايا دهنية. والموضوع ده مهم جدا للناس اللي عندها بشرة دهنية يا جماعة. الموضوع ده اكتر ناس هتستفاد منه الناس اللي عندها البشرة الدهنية. سادس حاجة معانا وهي ريحة بقك. لاحظ ان من اكتر الحاجات اللي انت بتتقيم عليها فيس تو فيس هي الحاجات اللي خارجة من بقك.
ريحة بقك عاملة ايه. ما تحاولش انك تصغرنا، كبر من نفسك دايما، وحاول انك انت تكون في الموضوع دوت 10/10. هتعمل ايه؟ هتحلها ازاي؟ لبان دايما معاك في قلب المحفظة او في قلب جيبك، دايما تحط في بقك لبان عشان خاطر لما تتكلم مع حد ريحة بقك تبقى دايما نظيفة. ويا جماعة هو ده السبب اللي انا قلت لكم عليه في رقم 1 لما جينا نقول اهم الحاجات اللي هتخليك وسيم، وهي غسيل السنان. غسيل سنانك دايما هيخلي البكتيريا تطلع من بقك بشكل سريع، دايما هيخلي بقك شكله انضف بكتير قوي وشكله جميل ووسيم، وهو ده اللي يخلي لما حد يتكلم معاك يحب انه يتكلم معاك. سابع حاجة وهي النوم. النوم يفضل انه يكون من 6 ل8 ساعات، علشان خاطر ده هيخلي البشرة عندك ووسامتك تبقى من ليفل لليفل اعلى بكتير قوي. وكمان بما انك انت شخص رياضي وبتتمرن وبتهتم بتمرينك، فالريكفري عندك مش هيظبط ولا هيبقى في احسن حالاته الا لو انت بتنام من 6 ل8 ساعات يوميا. وتامن حاجة معانا واهم حاجة شرب المية. لازم تشرب في اليوم من 3 ل 4 لتر، في ناس بتشرب من 2 ل3، بس يفضل من 3 ل 4 لتر، بالذات الناس اللي بتاخد مكملات زي الكرياتين، علشان خاطر المية بتحافظ على الكلى بالنسبة للناس اللي بتاخد الكرياتين. ولكن المية كمان هتخلي دايما وشك نقي، وهتخلي كمان عندك وسامة وعندك نضارة في البشرة، دايما وشك مشدود وعلى وضعه، وهتحس دايما ان انت 100 وهتروي جسمك، والجسم كله هيبقى مرتوي، مش هيحس دايما بأي جفاف، ومش هتبقى اصلا الجسم عندك جاف. هتبعد نفسك عن اي مشاكل بسبب نقص المية، عشان نقص المية بيسبب مشاكل. وبس كده يا وحش، هي دي نهاية الفيديو بتاعنا. اوعى تنسى انك تحط لايك وتعمل سبسكرايب لو انت استفدت من القناة، وقولي في الكومنتس عايز الفيديو جاي يبقى عن ايه. سلام يا عسل.